إذا سي سعيد، تابعنا أطوار هذه المقابلة بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الإكواتور. حقيقة كان أول ظهور المنتخب الوطني المغربي بعد نهائيات كأس إفريقيا الأمم. طبعا المقابلة كانت قوية أمام منتخب الإكواتور اللي كان سبق التسجيل عن طريق يبوة في الدقة 48 قبل ما يعادل الكفة يونس أو نائل العناوي في الدقة 88 إثر ضربة ركنية للفريق الوطني المغربي. أكيد سي سعيد ترقبنا وانتظرنا كيف سيكون حضور الفريق الوطني المغربي في هذه المقابلة. أكيد كانت كتهمنا النتيجة، ولكن كان كيهمنا أيضا بالضبط أداء الفريق الوطني المغربي. لذلك فمن خلال 90 دقيقة فدونا مجموعة من النقاط اللي ممكن تحدثوا عليها تباعا سي سعيد في هذه المواكبة المباشرة لما بعد المقابلة. اكيد زميلي المهدي، فالمقابله عندها بزاف ديال الزوايا. هذه المقابله هذه بدءا بالتشكيله، ثانيا بالطريقه باش لعبنا، ثالثا كيفيه توظيف اللاعبين، رابعا الخصم مع من لعبنا، اضاعه ديال ضربه الجزاء، ثم رد الفعل ديال الفريق الوطني. على كل حال كلها الواحد خصو يناقشها، اضافه لبعض الامور اللي كانت في المقابله. مثلا بحال دابا غنذكروا على المقابله والتاثير ديال الخصم اثر علينا بشكل كبير، بحيث انه خصنا نولفوا بانه نلعبوا مع فرق بحال هذه. هذا الفريق هذا مزيان، اولا تيلعب الكره، ثانيا عنده الدفاع البدني. راه ماشي عنيفين، ماشي عنف، ولكن الاندفاع البدني كرة القدم العصرية ولا تتطلب هذا الشيء هذا. فهذا هو اللي تسبب لنا. يمكن هذه ملاحظة معتذرة، أنا كل شيء يكون لاحظة بأنه ما كاينش شي لاعب مغربي اللي ما ضيعش كرة. أغلبية ديال اللاعبين كل شيء ضيع الكرة، ما كاينش اللي ما ضاعت له شيء. حتى الهدف اللي تجينا جاء عن طريق تضيع كرة ضائعة. الكرة واحد الكره ضاعت للنائل العناوي، وكان العناوي مشات وكانت قذفها من بعيد. يعني جميع الفرص. وحده ضاعت الحريمات، الا ذكرتي في بدايه المقابله. يعني ما كاينش شي لاعب اللي ما تضيعلوش شي الكره. اذا هذا الكم الهائل ديال الكرات اللي ضاعنا، حنا دينا الثمن ديالو ان تشعلنا هدف. ولكن على العموم مقابله مقبوله، يعني كان فيها ايقاع، كان فيها الاندفاع. ممكن نذكروا يعني نبدا اولا بالتشكيله ديال الفريق الوطني اللي هضرنا عليها قبل المقابله. التشكيله ديال الفريق الوطني، يعني المدرب انا بغيت نقول بانه كان ذكي. علاش؟ لانه ما دخلش مهاجم اوسط. لو دخل مهاجم اوسط يعني مثلا تيمكن يكون على حساب واحد لاعب، مادام انه بغى يشوف حريمات. حنا باش نكونوا فاهمين، المدرب كان عنده باش بغى يشوف حريمات مع الفريق الوطني. الا بغى يدخل حريمات خصو يحيد واحد من اللاعبين ديال الوسط، ما باش ما يديرش واحد النوع من ما يخلق واحد النوع من الانزعاج بالنسبه للاعبين، لان تنعرفوا بان المدربين تيراعيوا بزاف ديال الامور. لاعب من هذوك الثلاثه حتى واحد ما خصو يجلس، خلاهم بثلاثه ودخل معهم حريمات، ولكن غير توظيف ديال اللاعبين، بحيث انه تشوف شكون في الخط الامامي. تلقى في الخط الامامي كاين ناحي وكاين سيباري، علما بانه حتى شي واحد فيهم ما دارش شي حاجه كبيره، خصوصا في الشوط الاول. الحاجات اللي كانوا تيبانوا مزيانين بالنسبه على الخصوص بالنسبه للحريمات لما تيدخل الوسط تيدير لك العمليه، بمعنى انه هذه العمليه خصنا نتفاداوها. اناحي بلاصه وسط الميدان ماشي في الخط الامامي، لانه كاين اللاعب اللي تيبغي يستقبل الكره، وكاين اللاعب هو اللي تيلعب اللاعبين الاخرين. هذا بالنسبه للموضوع. ايضا كان لاحظنا بانه كاين هناك اندفاع ديال اللاعبين. الدفاع ديالنا حنا اولا درنا الضغط على حامل الكره، ما خلناهمش يلعبوا، وهما ما خلوناش يلعبوا. في غالب الاحيان هما نجحوا في 3 ولا 4 ديال المحاولات في الشوط الاول باش ياخذوا لنا الكره. حنا ما تمكناش من اخذ الكره الا في شي فتره، ولكن ما شكلناش خطوره، حيث كانوا 2 ديال القذافات في الشوط الاول، وحده ديال الزوزو اللي جات بعيده، والثانيه ديال اوناحي. هذا هما الشيء اللي دار، بحيث انه حنا الكره داخل منطقه الجزاء ما تمكناش اننا نمروا كرات. تيظهر لي بانه المدرب الى ربح على مستوى انه يخلي الاستقرار النفسي ديال اللاعبين، تركز على الاستقرار النفسي ديال اللاعبين باش حتى شي واحد ما يحس بانه المركز ديالو مهدد.
خسرنا على مستوى يعني عندهم احسن لاعب ذاك الباشو، احسن لاعب هو عميد الفريق اللي تيلعب مع حكيمي في باريس سان جيرمان، كان مرتاح، ما عنده حتى شي واحد لاعب بوحده. هو ذاك اللعب خصك ديرو جوج ديال اللعب باش عاد يلاه الا يمكن تهدد يعني المكانه ديالو. فهو كان لاعب مرتاح لانه ما كان عنده حتى شي مهاجم اوسط. هذه الملاحظات الاولانيه. يعني خلينا يعني كان عندكم ملاحظه في هذا الباب هذا وندوزو حاجه اخرى. فعلا سي سعيد، وايضا من ضمن ما جا في التشكيله ديال اليوم هو انه كثره اللاعبين في وسط الميدان. تقريبا 5 ديال اللاعبين كانوا مجموعين في وسط الميدان، لكن بالرغم من ذلك ما شفناش سي سعيد واحد القائد واحد اللي كاين في هذاك وسط الميدان. كل مره كنشوفوا كره عند واحد، بزاف ديال المرات كتخرج من عند العناوي، بعض المرات ونحي كيقلب عليها في وسط الميدان، حتى السيباري اللي قلب هجوم ما وصلته ربما حتى شي كره في الشوط الاول. كنتذكر اضطر انه يرجع لوسط الميدان باش يلمس الكره، باش ياخذ الكره، رجع للمكان الطبيعي ديالو. يعني كان مشكله عالي بالعياشي او لا. فعلا زميلي المهدي، فلاحظنا هذه النقطه هذه خلال هذا المقابله، وخلال الامور اللي تحدث عليها زميل سي سعيد زادوك. ممكن نضيف انه ايضا الزاويه الخاصه بالوافدين الجدد اللي لعبوا كلاعبين اساسيين، لا اللاعب ديوب ولا لاعب حريمات ولا كذلك الشادي رياض. صراحه للامانه ان اللاعب عيسى ديوب يعني قدم الشوط اول ممتاز، الشوط الثاني لاحظنا ان المستوى ديالو نزل، ربما واش الجاهزيه ديالته مع الفريق ديالو. اللاعب حريمات قدم اللي عليه خلال هذا المقابله، للاسف الهدف اللي سجلوا ما تحسبش، وكذلك اللاعب شادي رياض اللي كان عاد من اصابه وغياب لمده سنه. المقابله ديال اليوم كنعتبروا الاداء ديالو كان اداء لا باس به. كما قلتي اللاعب اسماعيل السيباري، فطبيعه الحال هذه النقطه اللي تحدثنا عليها كثير. بعض اللاعبين اللي كيمتازوا بشكل كبير في الفرق ديالهم بشكل جيد، ولكن ملي كيجيو المنتخب بعض الاحيان ما كيكونوش في نهارهم. كنقول اليوم اللاعب السيباري اللي تحدثت عليه منذ لحظات ما كانش في نهاره، وكذلك اللاعب زلزولي اللي البدايه ديالته كانت متوسطه مع الفريق، لان كانوا بزاف لي ديسي ديال اللاعب زلزولي. اعتقد ان السيباري المكان اللي كيلعب فيه او اللي لعب فيه في هذا المقابله كمهاجم صريح او مهاجم يعني وهمي، يعني هي اللي خلاته ما يبانش بشكل جيد. ولكن زميلي المهدي يمكن نقول مجملا المباراه شاهدنا مقابله تكتيكيه بامتياز بين المنتخبين. هذه اول مقابله ديال سي محمد وهبي، ما يمكنش نحكموا صفه رسميه او بنسبه كبيره على العطاء والفعاليه ديال المنتخب، لانه هناك تشكيله جديده، هناك خطه جديده، هناك عناصر جديده، وكما قال سي سعيد دائما في البرامج نقاش في الرياضه، لاعبين اللي كيحتاجوا وقت اخر باش يزيدوا يتعرفوا اكثر، لانهم خصوصا التاقلم مع الاسلوب اللعب واكتشاف طريقه اللعب الجديده ديال سي محمد وهبي، لان اللاعبين الاغلبيه ديالهم والفوا الاسلوب ديال 4-1-4-1. على اي هذه الامور اللي خرجنا منها من هذه المقابله. هناك حديث ماشي حديث، ولكن يمكن نرجعوا لها النقطه ديال ضياع ضربه جزاء، لانه بعد سفيان رحيمي وابراهيم دياز الان جاء الدور على نائل العناوي الذي اهدر بدوره ضربه جزاء امام الاكوادور. وكذلك نقطه اللي اخرى زميلي المهدي اللي شفناها خلال الحصص التدريبيه اللي كانت هنا بمركب محمد السيد لكره القدم بالمعموره، شفنا ان المنتخب المغربي كانت حصص تدريبيه خاصه تسديد على المرمى في الحصص ديال المنتخب المغربي، لان كنعرفوا ان التسديد اصبح من اساسيات ديال لعبه كره القدم من خارج مربع العمليات. ولكن خلال المقابله اليوم لاحظنا كان جوج تسديدات للاسف كانت خارج بعيده، كانت على المرمى. هذه من الامور اللي اعتقد غادي يزيد يعمل عليها المدرب سي محمد وهبي. ضربه جزاء وكذلك تسديد على المرمى في ديال المنتخب الوطني المغربي. نعم سي سعيد، اكيد اليوم كان يعني الفريق الوطني المغربي بواحد الطريقه اخرى، خصوصا على مستوى التشكيل واعتماد اكثر على لاعبين في وسط الميدان بشكل كبير.
صحيح ان المقابله اليوم سي سعيد كانت قويه، لانه منتخب الاكواتور منتخب شرس، منتخب يمتاز بالسرعه بالاندفاع البدني، منتخب قوي في النزالات الثنائيه. وكان هذا التغيير بالنسبه للفريق الوطني المغربي لاول مره غنشوفوه بهذا الشكل، يعني 5 اللاعبين في وسط الميدان، وحتى المهاجم الصريح ماشي في الاصل مهاجم، ماشي قلب هجوم. يعني في ظل هذه المقابله هذه، لانه صحيح دابا اللعب ديال المنتخب الوطني المغربي ما باش في هذه المقابله بالرغم من هذا الكم الهائل ديال اللاعبين في وسط الميدان. واش هاد القوه ديال المقابله غتخلي المدرب وهبي يصبر بعض الشيء ويبقى مآمن بهاد الاختيارات ديالو وهاد الطريقه ديالو باش انها يعني تطور في المباريات المقبله، لانه سي سعيد كتعرف بانه الاستقرار هو السبيل الوحيد اللي ضمان واحد النجاح ديال واحد المنظومه. لا انا لا اعتقد بانه بهذه التشكيله غنبقى نلعبوا دائما ياك ما تنظنش، ما يمكنش لان واحد الوقت انا اش تنشوفوا واحد الوقت تنشوفوا بانه وسط الميدان اللي تيكونوا دائما قدام جوج ديال المدافعين اللي قدام ديوب وقدام سميتو شادي رياض، قدامه حريمات وقدامهم نائل العلاوي، هذو جوج الاولانيين دقيق. يعني بالنسبه لي انا سميتو وتيكون ايضا سميتو هو دياز قريب من لما تكون كره عند اللاعبين ديال الاكوادور، تيكون قريب في وسط الميدان، قريب لعند اشرف حكيمي والزلزولي تيهبط لجهه المزراوي. شو تيبان لي انا شكون اللي في المقدمه؟ كاين أوناحي وكاين الصباري. اذا أوناحي والصباري بحال قلتي يعني المدرب يعني بحال يعني مش غنسميها كتصعب عليه انهم يلعبهم شيء ويدخل مهاجم او يدخل مهاجم اوسط، يلعب غير واحد فيهم يدخل مهاجم اوسط، فدخلهم بجوج وبالتالي فالمردود ديالهم ما كانش جيد. العمليات اللي كانوا مزيانين ديال أوناحي وفي الوقت يدخل للوسط، يعني تيدخل للوسط ما تيكونش هو اللاعب المتقدم الاول، تيدخل للوسط الى جانب سميتو حليمات وجانب العناوي، تما فين يمكن له يدير تمريرات مع حكيمي مع اما ملي كان القدام ما تعرفش يستقبل الكره. اما الصباري فتقريبا كان شبه غائب حيت ما كان معزول، ما هو مهاجم اوسط ما هو جناح ايسر. يعني اذا كان هو مهاجم اوسط عطينا الكره اللي جاتو هو كمهاجم اوسط، لا والو. جميع الكرات تمشي للجهه اليسرى. علاش لا تمشي للجهه اليسرى؟ لانه الزلزولي تيرجع يعاون، يعني بحال قلتي واحد الوقت وكان واحد الوقت تلقى بان بحال لاعبين 4-4-2، يعني انه دائما غتلقى فين كنا تنشوف انا كنت نلاحظ على دياز تلقاه في وسط الميدان في الجهه اليمنى امام اشرف حكيمي، وقدامه بواحد 20 متر كاين أوناحي وكاين الصباري. اذا هذه العمليه بهذا الشكل هكا يعني يمكن لا شيء تخلينا نضغطوا على الفرق ونشدوا الكره. يعني أوناحي والصباري الامكانيات ديالهم اليوم ما يمكنش تظهر في ذاك الموضع، هذا هو اللي يمكن نقول. نعم، باش نبقاو نلعبوا دائما بدون مهاجم اوسط تظهر لي ما وسي سعيد الغريب حتى بالنسبه للتغييرات فلما دار التغيير ما دخلش يعني مهاجم صريح 100%. كنعرفوا بانه الرحيمي ماشي 100% مهاجم صريح، هو اللي دخل مكان الصباري. على الاقل مولف يمكن له يناور. لا انا بغيت نقول واش وهبي كيميل اللاعبين اكثر اللي كيلعبوا برجليهم اكثر من كيعتمدوا على القوه البدنيه والضربات الراسيه. دابا هذه اول مقابله كما قلنا خصو ما يعطيش فيها رسائل اللي تخلق واحد النوع من الارتباك عند اللاعبين، والناس راه تيفهموا هذا الكلام اللي تنقصد الارتباك. يعني ما تخليش وما تشعرش لاعبين خصوصا اللاعبين الاساسيين ما تشعرش بانه غيكونوا مستهدفين او المكانه ديالهم راها ستمس. يعني راه دار واحد النوع اللي هو مزيان، وانا يعني تنقول بانه راجل ذكي عارف اش يدير. قال اللهم ندير تغيير في المراكز ولا ندير تغيير في
النوعيه ديال اللاعبين، ما نعطيش اشارات على انني جاي ندير ثوره في الفريق وغنبدل نغير، علما بانه هاد اللاعبين اللي دخلوا كلهم اساسيين وكلهم عندهم الامكانيات ديالهم. نعم. يعني الا جينا نخمو شنو هاد اللعابه اللي غنقول لك تلعبوا بحال مثلا نجيو نذكروا على هذا الشيء ديال العاطفه ما العاطفه، هادو اللاعبين كلهم كبار كان ديالهم شكون ما غيلعبش كره، السيباني ما غيلعب شيء، العينوي ما غيلعب شيء. منين جابوا حريمات تيبان له بانه ما يمكنش نجلس شي واحد تيلعب بلاصه حريمات ونجلسوا، يكفي انه جلس الخنوش هو كون قجز ودخل خنوش. اذا حريمات اللي دخل لهم وادى الدور ديالو بحال اللعبه، ما بانش عليه بانه لاعب اقلهم، لعب معاهم بحالهم، ماشي متميز بشكل كبير، ولكن اللي ادى الدور ديالو، تقاتل على الكره، سجل هدف، ما تحسب له جاي، لعب بنفسه، يعني ما حاش بانه يعني انه عنده واحد الارتباك او مخلوع، لا، لعب كره واحده اللي ضاعت له، داروا شي ملاحظات حكيمي، ولكن مسائل عاديه بحال اللي ضاعت اللعابه كاملين، ماشي بوحدو اللي ضاعت له الكره. اذا هذا الدخول ديال الحريمات المدرب كان شاف فيه واحد الحاجه، انه غنشوفوا هذا وراه خلاه لعب حتى يتغير واقيلا حتى الدقيقه 81، بمن ان يكون خدا عليه فكره لانه غيكون من اللاعبين اللي يمكن يعول عليهم، يعني بدون ما نخلق واحد النوع من يعني واحد من خلق البلبله، يعني كذا اللي نسميها انا، خلي واحد التوازن فارق، ان اللاعبين تعرفوا بعضياتهم، والمدرب خصو يدير اشارات انه حنا الا جبنا شي لاعب راه جبنا باش يعاون، ماشي باش ياخذ المكان ديال شي واحد اخر. فعلا. ودابا سي سعيد غتكون منافسه كبيره يعني بالنسبه لوسط الميدان ديال المنتخب الوطني المغربي، لانه اليوم الا كان وهبي دخل هاد 5 اللعيبه كيف ما قلتي ما كنعتقدوش بانه المباريات المقبله غادي يبقاو لاعبين ايضا بنفس هذا الكم الكبير ديال ست اللعابه ديال وسط الميدان. نعم صحيح. اكيد. شوف المقابله الجايه خصو يعطي فيها اشارات ديال انه خاصني واحد المهاجم اوسط، والاشارات اللي غيدير الى دابا هنا حيت الامور مركزه على حريمات الى منين دخل عطاه واحد رقبه، قلت لك عطاه واحد الهديه، عطاه كادو، لعب انت في وسط اللاعبين، وبالتالي خرج راسو مزيان، ما كاين حتى شي اشكال، خرج راسو في المقابله حتى هو كان تيندافع وتيقدر. الا سولته حريمات وقلت له دير 8 دقائق خليني نلعب، تيقول له دير 8 دقائق راني يعني ما دخل طبيب ما شربنا ما، غيقول لك هذه اصعب 8 دقائق من نهار اللي يلعب الكره، لان الكره ما وقفاتش باش كنتو شارفنا. الحكم راه في 45 الشوط الاول راه مازال حتى دقيقه، علاش؟ حنا كاين ايقاع، كاين جرا، كاين بزاف ديال الامور. اذا يعني التغييرات اللي يمكن يدير تغييرات ايضا في هذه المقابله ديال باراغواي ماشي نخسرها، لانه حتى شي واحد تيبغي الخسران. غنشوفوا الى اي حد غيدير تغيير، الا دار تغيير راه خصو يدير تغيير شامل باش حتى شي واحد ما يحس بانه مستهدف، بحيث انه الا غيرتي غير لعاب اللي صعيب هو انك تغير غير لعاب واحد. الا جا مثلا قال بانه هذه المقابله هذه ما نلعبش مثلا حكيمي، إلا ما لعب شي حكيمي او ما لعب شي مزراوي وقال له ترتاح مثلا، او في هذه الحاله هذه الا جلس العيناوي غيقول ما كاين مشكل، بحال الا جلس المزراوي وجلس انا وجلس اناحيز انا عاديه، هنا يمكن يدخل لاعبين اخرين. اللي صعيب هو انك تدخل الثوابت كامله وتحيد واحد. فهمتي القصد؟ الا حيدتي غير واحد اللعابه غيشوفوا الفريق كله دخل، الا واحد اللي ما دخلش غيقول انا مستهدف. ولكن الا جلستي 3 ولا 4 من الاساسيين اللعابه تيقول لك كاين مشكل باغي يجرب واحدين اخرين، اما الا بدلتي غير واحد فهنا فين. اذا المدرب تيعرف هذه القضيه هذه وتعرف اللعابه كاين واحد الحساسيه بيناتهم، وخصوصا ذاك اللي عندهم المكانه ديالهم تيظهر لي هذا الجانب هذا راه عالجوه بشكل جيد، غنشوف كيفاش يتعامل معاه في المقابله القادمه. فعلا المقابله المقبله امام منتخب الباراغواي. على ذكر ضربه الجزاء اللي يعني الهدف اللي تلغى، فكان عندي حديث قبل قليل مع الحكم الدولي السابق سيمونير مبروك، واكد لي بانه القرار ديال الحكم سليم. علاش؟ لان الخط ديال منطقه الجزاء يعتبر من داخل منطقه الجزاء، وحريمات كان الرجل ديالو فوق الخط ديال منطقه الجزاء، لذلك فالقرار كان سليم. وقال بانه في حال ان مثلا العيناوي كان سجل مباشره الهدف، فبالرغم من تواجد حكيمي في ذاك او عفوا حريمات في ذاك الوضعيه، فكان الهدف غيتحسب، لانه غيتعتبر بان حريمات ما اثرش على الهدف.